الرجل وقع بالصدفة وضرب لمبة سحرية. لدهشته ظهر له عين ثالثة على جبهته، وفي ثانية قدر يشوف قيمة كل حاجة بدقة. فجأة لاحظ موتوسيكل قيمته 100,000 دولار مخبأ جوا حاوية شحن معروضة في مزاد. عشان يتأكد إذا كانت العين التالتة حقيقية، صرف 500 دولار عشان يكسب الحاوية. تحركت ضحكات من الجمهور، قالوا إن عامل عادي بيحلم إنه يلاقي كنز في حاويات الشحن. بعد ما اتنقلت كل الصناديق جوا الحاوية، لقى فعلا الموتوسيكل مخبأ جوا. ساعتها فهم إنه عنده رؤية سحرية حقيقية. واحد غني عايز يشتري الموتوسيكل ب80,000 دولار، لكن الرجل قال إنه مش هيبيعه بأقل من 100,000 دولار. الغني وافق على السعر، ومن عشان يكسب فلوس أكتر قرر يسيب شغله كعامل في نفس الليلة. خطط إنه يبقى صياد حاويات بدوام كامل من بكرة. بالصدفة مجموعة من الحاويات اللي كانت متأخرة سنة كانت هتوصل بكرة. بكرة كان في جولة مزادات جديدة على الأبواب، تجمع كتير من صيادي الحاويات المشهورين في المكان. أول حاوية معروضة كانت رقم 2، السعر الابتدائي كان 1000 دولار. الرجل فتح عينه التالتة وشافها مليانة زبالة ما بلاش. في اللحظة دي واحد غني واثق من نفسه دفع 30,000 دولار عشاء.